صباح الخير يا عرب، ونحن معكم أيها الإخوة على الهواء. ولا شك أن هناك علاقة قوية بين الحالة النفسية للإنسان وموضوع التغذية. ربما نكون مثلا نعتقد بقيم معينة، بأشياء هي بالفعل صحيحة، ولكن قد نأتي بأفعال معاكسة لهذه القيم. معنا الدكتور كريم جمال، المدرب التغذوي، وحديث عن هذا الموضوع المهم. دكتور كريم، صباح الخير. صباح الخير. أهلا بك. دعني أولا أشكر مهندسي الصيانة لمعالجة هذا الخلل على الهواء، نشكرهم. ودكتور كريم، يعني كما سمعت، يعني العلاقة بين الحالة النفسية وبين موضوع التغذية، وما لهذا من انعكاسات سلبية أو إيجابية على هذا الموضوع. تفضل. طب خلينا نبدأ في الأول بقصة ناس كتير مع الرجيم. تفضل. ناس كتير من اللي بتسمعنا عارفة القصة دي وعاشتها أكتر من مرة تقريبا. بتبدأ القصة بين ناس كتير عايزة تخس من وزنها أي سبب من الأسباب بقى، سواء إن شكلها مثلا مش عاجبها في وزن زيادة، محتاجة تشتري لبس شكله جميل عليها، أو حتى بتعاني من بعض الأمراض المزمنة زي السكر أو الضغط، والطبيب قال لها لازم إن أنت تخسي أو تخسي وتنقصي وزنكم عشان خاطر صحتكم يعني. نعم. ومن الطبيعي إن الناس بتكون متحمسة جدا في البداية، وتروح بقى تختار أصعب نظام رجيم عشان تمشي عليه، عشان هم عندهم يعني يقول لك النظام الصعب بيجيب نتيجة أكتر. لكن طبعا الدايرة دي ما بتكملش تقريبا شهر. متحمسين في الأول، بنختار نظام رجيم صعب نمشي عليه كام يوم، قبل الشهر ما يخلص بنكون بقى نلاقي إحساس الملل، الزهق، العصبية. كل ده بيؤدي في الآخر إلى إن النظام بيبوظ، وبنرجع تاني لزيادة الوزن ورغبة الأكل وقلة المجهود. تمام. طبعا احنا كلنا عايزين نمشي على نظام دايت ونكمل الآخر، مش صح؟ صح. وفي نفس الوقت برضو كلنا عايزين نظام الدايت ده يكون سهل علينا وممتع، ويخلينا يعني نحب اللايف ستايل مش نكرهه، مش كده برضو؟ نعم. طيب طبعا اختيار نظام الرجيم المناسب، والأهم من كده اختيار المتخصص اللي هنتابع معاه مهم جدا. لكن دي هنتكلم عليها في مرات تانية كتير. أنا النهاردة عايز بقى نتكلم على نقطة من أهم النقاط اللي بتحدد احنا هننجح في الرجيم ولا لأ من قبل ما نبدأ. يعني النقطة دي لو يعني ظبطناها وضمناها، يبقى بإذن الله بنسبة كبيرة جدا جدا نظام الرجيم اللي هنمشي عليه أو نظام الدايت هيكون ناجح بنسبة كبيرة. اتفضل يا دكتور. الحاجة دي هي نقطة نفسية، وهي اسمها القيم. لما بنيجي نتكلم على القيم بيجي في بالنا دايما القيم اللي احنا اتربينا عليها في المدرسة، في البيت، في الجامع أو الكنيسة. هي القيم الأخلاقية ومساعدة الغير. لكن في الحقيقة الموضوع أكبر من كده. كل مجال من مجالات حياتنا بيحركنا مجموعة من القيم خاصة بالمجال ده. يعني الشغل مثلا ليه قيم معينة، البيت ليه قيم معينة، وهنلاقي برضو ان الدايت وصحتنا واللايف ستايل اللي احنا عايشينه ليه قيم معينة احنا ماشيين بيها. تمام؟ نعم. القيم دي بدورها بتنشئ بعض القناعات، وهنعرف دلوقتي ايه الفرق بينهم. اتفضل. والقناعات بدورها بتؤدي لبعض السلوكيات اللي هي بقى احنا بنعملها وبنحركها. طيب تعالوا نبص في الكلام شويه ونربطه باللايف ستايل اللي احنا عايزين نعيشه. طبعا مفيش حد بيختلف على اهميه الرياضه في اي حاجه في حياته، مش كده برضه؟ تمام. وكل اللي بيعملوا دايت عارفين الحقيقه دي، على الرغم ان كتير منهم مش بيمارس رياضه بانتظام. لما بنيجي نسال الناس دي ايه هي اهم حاجه في اللايف ستايل الصحي بالنسبه لك، يقول انه يكون مرتاح. الراحة عنده قيمة عالية جدا، وتعريفه للراحة ان هو يكون قاعد بيتفرج على التلفزيون، قاعد ما بيعملش حاجة. دي بالنسبة له تعريف كلمة الراحة. دي بنلاقي القيمة دي بتنعكس بقى على قناعاته، حاجات هو مقتنع بيها. فهنلاقي مثلا ان عنده قناعة ان الرياضة دي حاجة صعبة جدا، لان هي بتخرجه من حالة الراحة اللي هو فيها. او عنده قناعة انه مش مهما مارس رياضة مش هيقدر يواظب عليها باستمرار. وده بدوره بينعكس بقى على السلوك. فنلاقيه ممكن يجبر نفسه اول كام يوم على الرياضه، بعد كده بيتوقف. فبنلاقي ان في بعض القناعات بتعطل المسيره، بس في نفس الوقت اهميتها بالنسبه لنا بتكون عاليه جدا. دي احد الحالات. نعم. حاله ثانيه برضو ممكن نلاقي تضارب بين القيم. يعني كل قيمه بتشدنا في اتجاه معاكس. على سبيل المثال مثلا بنقابل ناس كتير من اهم القيم عندها في الدايت ان هم ياكلوا كل اللي هم عايزينه.
لكن في نفس الوقت برضه بنلاقي قيمه عاليه بتوازيها، وهي ان هم لازم يتعبوا قوي عشان يوصلوا اللي هم عايزينه. صحيح. القيمه دي بتترجم لقناعه ان الدايت لازم يكون صعب وقاسي عشان ينجح. طيب منين عايزين ناكل كل حاجه ومنين مؤمنين ان الدايت لازم يكون قاسي؟ كده بقى يحصل تضارب يعطل الانسان، زي ما كده بالظبط واحد بيشد من اليمين وواحد بيشد من الشمال، نفضل واقفين في مكاننا ما نكملش اللي احنا عايزين نكمله. طيب يا دكتور، كيف نحدث التوازن اذا بين هذه الامور؟ وفي اختصار لو تفضلت. في نقاط سريعه جدا. اتفضل. محتاجين في الاول نعرف ايه هي القيم اللي عندنا اللي متعلقه بوزننا، وبالله الستايل الصحي بتاعنا، لان كل واحد فينا عنده قيم مختلفه جت بقى طبعا من حياته والاكسبيرينس والخبرات اللي مر بيها. فلازم نسال نفسنا ايه هي اهم حاجه بالنسبه لي في الرياضه مثلا، في الدايت، في اللايف ستايل الصحي. نطلع الحاجه دي، القيم دي نعرف اهميتها ايه ونرتبها بالترتيب نحس الاهميه. تمام. تاني حاجه محتاجين نصحح بعض المفاهيم. مثلا قيمه اللي عند ناس كتير اللي بيحبوا الراحه، ثبت علميا ان الجسم بيرتاح لما بيتحرك لانه مصمم عشان الحركه. تمام. وبيتعب لما بيقعد. فبالتالي لو صححنا المفهوم ده في دماغنا هنلاقي ان الرياضه دي حاجه بتريحنا. خلي قيمه الراحه عاليه بس هتبقى مربوطه اكتر بالحركه مش بالقعده، ان احنا نتمشى شويه، نلعب ماتش كوره، مش نقعد نتفرج على التلفزيون. تمام. لو في تضارب بين القيم هنحتاج ان احنا نحله، واحنا كمتخصصين بيبقى في بعض البرامج والتكنيكات اللي بنطبقها، لكن لو حد عايز يحل التضارب بتاعه او يحاول ان هو يحله بنفسه لازم الاول نقص الوعي، يكون عارف ان التضارب موجود فين ويشوف مين اهم في الاثنين بالنسبه له. هل قيمه ان يعني يوصل لحل وسط، احنا ممكن نمشي على دايت يكون متوسط وفي نفس الوقت يدينا بعض الحاجات اللي احنا بنحبها وما نحرمش نفسنا منها. تمام. يعني كل الشكر للدكتور كريم جمال مدرب التغذية حول هذه المعلومات، ودائما نتواصل معك يا دكتور. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا ويومكم رائع بإذن الله. شكرا، تحياتي. بلدي